الدوري الانجليزي خلاص ما بقاش يلزمني يا ابو الكباتن. ايه اللي حسام اشرف عمله ده؟ غير ترتيب والمنافسه على الدوري المصري. حسام اشرف سجل هدف قاضيه ممكن في بيراميدز من شويه. ابو الكباتن بيراميدز كان متعادل مع سموحه 1-1 عشان الدقيقه 88 تيجي وحسام اشرف بيسجل هدف قاتل، هدف حقيقي يعني هديه للنادي الاهلي ونادي الزمالك. حسام اشرف النهارده الهدف اللي سجله ده يعتبر سجل هاتريك، يعني كسب فريقه سموحه وكسب الاهلي وكسب الزمالك بعد تعثر الاهلي امام البنك الاهلي. والبيراميدز النهارده لو كان فاز كان تفوق على النادي الاهلي باربع نقاط في سباق الترتيب، ولكن يشاء ربك ان حسام اشرف يدي النادي الاهلي هديه مقبوله يا عم حسام، والله مع انك زملكاوي بس هديه مقبوله عشان يكون الفرق نقطه واحده بس مع نادي بيراميدز يا ابو الكباتن. ولكن برضه بتتكلم ان حسام اشرف ادى هديه لفريقه السابق وهو نادي الزمالك. ازاي؟ هقول لك. لان الزمالك لو كسب الماتش بتاع النهارده امام كهرباء الاسماعيليه هيبقى نفس عدد نقاط بيراميدز وهيكون وصيف الدوري. ايوه الزمالك اللي بيعاني من كل المشاكل ديت واللاعبين اللي بترحل واللاعبين اللي مش عارفه تيجي بسبب وقف القيد هيكون وصيف الدوري. ايوه والله الزمالك اللي متصدر الكونفدراليه. ايوه والله الزمالك فعلا نادي عظيم والله العظيم يا ابو الكباتن، رغم كل الظروف دي الا انه دايما بينافس على قد الامكانيات اللي موجوده والمتاحه. حقيقي يعني هدف جامد جدا هدف حسام اشرف النهارده. بيراميدز ما قدرش ان هو يستغل تعثر النادي الاهلي وحسام اشرف ادى هديه للنادي الاهلي ونادي الزمالك. هديه مقبوله يا عم حسام والله. افتكروا كلامي، بيراميدز رفض الهديه المره دي مش هتتعوض له مره تانية، واحتمال لو خسر الدوري هيكون بسبب حسام اشرف.